سلام، عاملين ايه؟ حكاية النهاردة عن أمنا القديسة العذراء مريم، ونلاقي حكايتها في السنكسار يوم 7 مصر. كان في واحد اسمه يواقيم ومراته اسمها حنة. كانوا ناس حلوين قوي وبيحبوا ربنا جدا، ودايما بيسمعوا كلامه وبيعملوا حاجات كتير قوي تفرح ربنا. وكانوا على طول بيصلوا لربنا علشان يديهم ولد أو بنت صغيرين، لأنهم من ساعة ما اتجوزوا من سنين كتير خالص وهم ما عندهمش أولاد. ووعدوا ربنا انه لو اداهم طفل صغير ولد او بنت هيخلوه يعيش يخدم ربنا في الهيكل. وفضلوا مستنيين سنين كتير يصلوا ويطلبوا من ربنا الطلب ده، لغاية لما كبروا قوي في السن وبرضه لسه ما عندهمش أولاد. وفي يوم راح يقيم الجبل علشان يصلي لربنا، وقضى اليوم كله صايم وبيصلي. وبعد كده نام، وهو نايم ظهر له الملاك جبرائيل في الحلم وقال له: ربنا سمع لصلاتك انت وحنة مراتك، وبعتني ليك علشان اقولك ان ربنا هيديكم بنت حلوة وجميلة، وبسبب البنت دي كل الناس هتبقى فرحانة جدا. ولما صحي يواقيم من النوم كان مصدق كلام الملاك، وبسرعة روح البيت وهو فرحان جدا، وقال لمراته حنة الكلام اللي الملاك جبرائيل قالهوله. وهي كمان فرحت جدا وصدقت ان ربنا هيديهم بنت حلوة وجميلة زي ما الملاك قال لأبوها يواقيم. وفعلا ربنا اداهم بنت حلوة خالص وسموها مريم، وكانوا فرحانين بيها جدا وعلموها تحب ربنا وتسمع كلامه. وكانت مريم بنت هادية ومطيعة، بتسمع كلام باباها ومامتها، وكانت دايما بتحب تصلي لربنا في كل وقت. وفضلت مريم قاعدة مع باباها يواقيم ومامتها حنة في بيتهم لغاية لما بقى عندها 3 سنين. وبعد كده باباها ومامتها ودوها الهيكل علشان تعيش في الهيكل تخدم ربنا زي ما وعدوه. وعاشت مريم في الهيكل تخدم ربنا، وكانت دايما بتحب تصلي وتقرأ كلام ربنا وتحفظه. وكانت بتحب كل الناس وتساعدهم في أي حاجة محتاجينها. وكمان كانت بتسمع الكلام وبتتعلم بسرعة، وكانت بتحب الهيكل جدا، وعلشان كده كانت دايما بتحافظ عليه نظيف وبترتبه. وفضلت مريم عايشة في الهيكل لغاية لما بقى عندها 12 سنة. وفي السن ده كان لازم مريم تسيب الهيكل وتروح تعيش في بيت برا الهيكل. بس مريم ما كانش عندها مكان تعيش فيه، لأن باباها ومامتها ماتوا. فالكهنة اللي في الهيكل اتجمعوا مع بعض وقالوا: لازم نشوف حد من قرايب مريم من سبط يهوذا ياخدها تعيش عنده في بيته. وفكروا في فكرة، وهي إنهم يختاروا 12 راجل من سبط يهوذا، وياخدوا من كل واحد فيهم العصاية بتاعته، ويحطوا ال 12 عصاية جوه الهيكل، ويفضلوا يصلوا لربنا علشان يعرفهم مين من ال 12 راجل دول اللي ياخد مريم تعيش معاه في بيته. وفعلا عملوا الفكرة دي، واختاروا 12 راجل قرايب مريم من سبط يهوذا، وأخدوا من كل واحد عصايته وكتبوا عليها اسمه. وبعد كده حطوهم جوه الهيكل وفضلوا يصلوا لربنا. وبعد ما خلصوا صلاة لقوا في حمامة بيضة جميلة جت ووقفت على عصاية يوسف النجار، فعرفوا ان ربنا اختار القديس يوسف النجار علشان يبقى خطيب مريم وياخدها تعيش معاه في بيته. وكان يوسف النجار راجل عجوز وطيب قوي وبيشتغل نجار، وعلشان هو بيحب ربنا جدا ودايما بيسمع كلامه أخد مريم تعيش عنده في بيته، وكان بياخد باله منها ويحافظ عليها. وكمان مريم وهي عايشة في بيت يوسف النجار كانت دايما بتصوم وتصلي وتنظف البيت وتعمل الأكل، وكمان كانت بتسمع كلام يوسف النجار في كل حاجة وبتساعده في الحاجات اللي بيعملها. وعاشت مريم في بيت القديس يوسف النجار زي ما كانت عايشة في الهيكل بالظبط. وفي يوم ومريم بتصلي زي ما هي متعودة ظهر لها الملاك جبرائيل وقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، وبشرها وقال لها على أحلى خبر، وهو إنها هتولد ولد جميل اللي هو ربنا يسوع، اللي كل الناس مستنيينه يتولد علشان يخلصهم من خطاياهم ومن الحاجات الوحشة اللي بيعملوها. وهتلاقوا حكاية بشارة الملاك للعذراء مريم وحكاية ميلاد ربنا يسوع هتظهر دلوقتي في علامة الآي اللي فوق. ولما سمعت مريم كلام الملاك جبرائيل صدقته، وفعلا جابت ولد جميل وسمته يسوع اللي هو ربنا يسوع إلهنا ومخلصنا الصالح. وبكده تكون حكايتنا خلصت.
بس خلوا بالكم حكايتنا ليها كمالة، ولو عايزين تعرفوا باقي الحكاية اشتركوا في القناة ودوسوا على علامة الجرس، والمرة الجاية أكمل لكم باقي الحكاية. سلام.